انا هقولها لك بمنتهى الصراحه بقى، ومن غير كل الكلام اللي انا عمال اسمعه بقالي 4 5 ايام من ساعه ما القايمه تم اعلانها، ان مصطفى محمد اتظلم من حسام حسن، وان حسام حسن كده قضى على مستقبل لاعب وما خدوش معاه كاس العالم. هو انا بس عايز اسالك سؤال بسيط جدا 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 وهسيبك انت تجاوب عليه. هو مصطفى محمد ولا حازم امام؟ حازم امام الكبير طبعا، وحازم امام اكيد. حسن شحاته هو كان لسه بيتولى مسؤوليه منتخب مصر، خد قرار من اغرب القرارات اللي في الدنيا، انه مش هياخد معاه حازم امام الايكون بتاع منتخب مصر وايكون الكره المصريه اصلا بشكل عام في الوقت ده تحديدا، كمان قبل سطوع ابو تريكه بالشكل الكبير ده. حسن شحاته قرر ان هو ما ياخدش حازم امام، وده كان قرار غريب جدا وقتها، ولكن ده ما كانش غريب على حسن شحاته لانه قررها بعد كده برضه 2008 و2010، وما خدش مثلا لعيب زي ميدو، رغم ان ميدو مثلا كان من اهم نجوم منتخب مصر. يعني مثلا اكننا بنتكلم دلوقتي مثلا عن لعيب زي محمد صلاح. حسن شحاته ما خدش احمد حسام ميدو ليه؟ عشان هو كده، هو مش عايزه. في حين برضو ان حسن شحاته في نفس الوقت كان بياخد مثلا لعيبه كانت قاعده على الدكه تماما ما بتلعبش كوره، ويمكن كمان فيهم اللي ما كانش قاعد على الدكه وما كانش لاقي نادي، وكان بياخده معاه وعشان هو واثق فيه واثق في امكانياته. مين مثلا؟ ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد في 2006 و2008 كان جزء وعنصر اساسي من منتخب مصر، رغم ان هو في الوقت ده ما كانش بيلعب في نادي معين. رغم كده حسن شحاته كان بياخده معاه وبياخده معاه باستمرار وبيعتمد عليه وبيلعبه اساسي. ليه؟ عشان هو حر. الموضوع بمنتهى البساطه، بس عشان الناس بتاخد الموضوع في حتت بعيده وعماله بس بتحاول تلف لها كده ناحيه فنيه، وهو الموضوع ملوش علاقه بالفنيات تماما. وحتى حسام حسن في كلامه وتعليقه على الجزئيه دي تحديدا بيتكلم اكن الموضوع يعني فني بحت. لا، هو الموضوع مش فني بحت. مصطفى محمد لعيب جامد، طبعا قطعا قطعا مصطفى محمد لعيب جامد، مش محتاج تزكيه مني ولا محتاج حتى ان حسام حسن يقول حاجه زي كده. لكن مصطفى محمد مش على هوا حسام حسن، موضوع بسيط جدا. مصطفى محمد شتم حسام حسن قبل كده على الهوا، الموضوع بسيط جدا. حسام حسن عداها له قبل كده عشان هو كان لسه ماسك المنتخب جديد، وهو وقتها كان على كف عفريت، وما ينفعش يخسر عنصر كبير قوي زي مصطفى محمد، ليه شعبيه كبيره وليه جماهيريه كبيره، خصوصا اللي عمله مصطفى محمد قبل كده في الكان اللي قبله. فكان مش وقت صراع خالص، ولو كان دخل حسام حسن الصراع ده كان اول واحد هيتضحى بيه هو حسام حسن. لذلك هو اجل الصراع ده لغايه ما حسام حسن ثبت رجليه مع المنتخب وقال لك خلاص يا مصطفى، انا مش ناسي لك اللي انت عملته قبل كده، واتفضل يا باشا مع السلامه. الموضوع زي ما قلت لك هو ملوش علاقه بفنيات تماما. حسام مثلا على سبيل المثال واخد معاه 4 حراس، هو لو عايز ياخد مصطفى محمد معاه ولو على سبيل تشريفه حتى كان ممكن يستغنى عن اي حارس من الاربعه وياخد معاه مصطفى محمد بمنتهى السهوله. لكن هو مش عايز اساسا مصطفى محمد، بيحس ان هو بيتضغط ومصطفى محمد قاعد على الدكه، وكل يوم المحللين نفس الكلام هيقولوه، كان لازم ياخد مصطفى محمد معاه. مصطفى محمد ما ينفعش ما يلعبش النهارده، ده هو ده ماتش مصطفى محمد. وطبعا انا كلمتك قبل كده في موضوع المحللين ده وكلامهم المحفوظ الاسطمبه بغض النظر عن الماتش بيحصل جواه ايه. وانا هنا جبتها لك على بلاطه وما طبلتلكش لحسام حسن وقلت لك لا والله ده هو الموضوع فني، اصل مصطفى محمد ما بيلعبش مع فرقته قوي وكل الكلام الحمصي ده. لا، مصطفى محمد لعيب جامد وكان لازم يبقى موجود مع المنتخب. ولكن انا هقول لك شويه وقائع كده تخص حسام حسن تحديدا، وخصوصا اختياراته في مراكز قلب الهجوم واللعيبه اللي قدر يطلعها حسام حسن من مراكز قلب الهجوم. مع الزمالك مثلا على سبيل المثال حسام حسن طلع احسن نسخه لشيكابالا. هتقولي شيكابالا مش فيرود، هقول لك يا عم انا عارف، انا بكلمك في لعيبه في مراكز خط الهجوم بشكل عام. حسين ياسر كان شبع دكه على الاهلي، خلاص اللعيب ده كان انتهى تماما. الراجل ده مسكه ونضفه وطلع منه لعيب لحد دلوقتي. حسين ياسر بيتجف في مداخلات وبيتجف في لقاءات على حس الفتره اللي لعبها مع حسام حسن. نفس الكلام احمد جعفر، لعيب على فكره كلنا عارفين كامكانيات احمد جعفر لعيب امكانياته ضعيفه، هو بس اكل عيشه كان ضربات الراس. حسام حسن في الفتره دي قدر انه يخلي احمد جعفر هو المهاجم الاول لنادي الزمالك. ده راجل كان فيه مطالبات بتقول وقتها ان احمد جعفر لازم يروح المنتخب على حس ادائه مع نادي الزمالك. وفي نفس الوقت مثلا كان يطلع لك لعيب زي محمد ابراهيم ما تعرفش عنه اي حاجه خالص، راجل بيديله الثقه وبيلعبه وبيخليه من اهم نجوم مصر. هتقول لي ماشي يا عم مفيش مشكله، الزمالك اصلا عنده نجوم كتير ومش مستني حسام حسن عشان ينورهم. اقول لك ماشي عندك حق. تعالى كده نرجع شويه بقى بالمصري وخصوصا في مراكز الهجوم. انا مش هجيب لك بقى محمد مجدي بقى واحمد ايمن منصور وكل اللعيبه اللي كانت في خط الدفاع اللي حسام حسن طلعهم من اللا شيء وبقوا اللعيبه دي نجوم مع حسام حسن
وفقط حسام حسن. اللعيبه دي لما كانت بتروح اي نادي تاني ما كانتش بتنجح فيه زي النجاح بتاعهم مع حسام حسن. ولكن انسى اللعيبه دي، انا هكلمك عن لعيبه خط الهجوم بالتحديد. فاكر مثلا الفيرود اللي كان اسمه احمد جمعه اللي كان مع المصري؟ احمد جمعه ده قعد فتره كبيره قوي خناقه ما بين الاهلي والزمالك مين اللي هياخد احمد جمعه، وطبعا هو كمل في المصري. احمد جمعه كان اون فاير مع حسام حسن، واول ما حسام حسن مشي من المصري احمد جمعه ما بقاش موجود، اختفى تماما، والله اعلم هو بيلعب فين دلوقتي. محمد مسعد ده كان مثلا من اهم الوينجات المهاريه اللي انا شفتها في فتره حسام حسن. لعيب كان مهاري قوي وقوي، يعني ماتشاته حتى قدام الاهلي والزمالك الراجل ده كان جبار فيها. راح الزمالك وحسام حسن ما كانش معاه المره دي، فمحمد مسعد فشل مع الزمالك. لعيب مثلا زي كابوريا ده كان بيتقال عليه ان هو خليفه ابو تريكه، لعيب خطير جدا جدا جدا، والزمالك اصطاده في وقتها، وبرده اللعيب ده ما فلحش مع نادي الزمالك عشان حسام حسن ما كانش معاه. نفس الكلام مثلا لعيب زي محمد الشامي ده كان مع حسام حسن كان بيطير، بمعنى كلمه بيطير، عشان برضو نادي الزمالك يتعاقد مع محمد الشامي بعد ما يشوف منه المستوى الرهيب ده. ومحمد الشامي مستواه تراجع تماما مع نادي الزمالك، ويا ترى ايه السبب؟ عشان هو مش مع حسام حسن. لعيب مثلا زي احمد رؤوف اللي كان مكسر الدنيا مع انبي، راح الاهلي برضو ما عملش اي حاجه خالص. مجرد ما رجع المصري احمد رؤوف ده اتحول لنسخه تانية تماما، لعيب قوي وشرس وبيجيب اجوان، وكان يعني حاجه خطيره جدا. كل ده ليه؟ برضه بسبب حسام حسن. لعيب زي جريندو مثلا على سبيل المثال، حسام حسن جابه كده من اللا شيء، قال له بقول لك ايه، انا هعمل منك لعيب. جريندو فين دلوقتي؟ الله اعلم برضه هو بيلعب فين. لعيب زي سعيد مراد، ولعيب زي وجيه عبد العظيم، لعيبه كتير قوي في الخط الهجومي ده تحديدا مع حسام حسن ما بينجحوش الا مع حسام حسن. يا ترى ايه السبب؟ ان حسام حسن عينيه كويسه جدا في الناحيه الهجوميه دي تحديدا. انا اصلا مستغرب ان حسام حسن دلوقتي بيلعب بخطه دفاعيه، لان ده ما كانش ستايله ولا كان الكارير بتاعه طول ما بدأ التدريب لحد المرحله اللي قبل منتخب مصر دي على طول. حسام حسن عمره ما كان المدرب اللي بيقفل طول الوقت وبيلعب مرتدات، عمر ما كان كده حسام حسن طول الوقت هو الفرقه اللي بتضغط من قدام. ولكن هي القماشه بتاعت منتخب مصر دلوقتي مش زي زمان. واقول لك حته فنيه صغيره كده تخلي حسام حسن مش عايز اساسا لعيب زي مصطفى محمد. هو طبعا مصطفى محمد يبقى مفيد بالنسبه له حتى لو على دكه البدل، لكن هو اساسا اساس فكره دلوقتي مع المنتخب هو مش عايز الفرود رقم 9. تخيل انت اكتر لعيب وانجح لعيب لعب في مركز 9 مع منتخب مصر ومع الانديه المصريه مش عايز يلعب بلعيب رقم 9. ليه بقى؟ انا هقول لك دلوقتي بمنتهى البساطه. تقريبا دي هي التشكيله اللي بيلعب بيها منتخب مصر: حارس مرمى طبعا، واربعه في خط الدفاع ان ما كانش خمسه في بعض الماتشات كمان المهمه، وبيلعب قدامهم 2 ديفندرات بنسبه كبيره هم اقرب للسته من الثمانيه. يعني هو بنسبه كبيره حسام حسن ما بيلعبش مثلا بسته وثمانيه، لا هو بيلعب ب2 6. يعني مثلا بيلعب بمروان عطيه ومهند لاشين. مهند لاشين لعيب رقم 6 وكل حاجه، بس شويه بيعرف يطلع الكوره. بيلعب بجناحين منهم جناح ما بيدافعش كتير وهو محمد صلاح مثلا على سبيل المثال، واوقات كتير محمد صلاح بيضم كمهاجم تاني، ولكن هو معظم الوقت بيلعب يعني في الستارتنج فورميشن بتاعته الراجل ده بيلعب على الناحيه اليمين، وبيلعب على الناحيه الشمال بجناح شمال مثلا زي تريزيجيه بيدافع ومطلوب منه ان هو يكمل كتالت في خط النص. فطول الوقت حسام حسن هو بيلعب وهو مضغوط، هو بيلعب تحت الكرة لان هو ده اللي هو عايزه. هو مش بيلعب كده مثلا عشان هو يا عيني مضغوط ومش عارف يلعب كوره، هو ده اللي هو عايزه حسام حسن. ليه بقى يا معلم؟ عشان حسام حسن مجرد ما بياخد الكوره مثلا في منطقه زي كده وهو بيلعب بلعيب زي امام عاشور، المفروض امام عاشور لو في مستواه يودي منتخب مصر في حته تانية خالص، مع واحد زي عمر مرموش ومع واحد زي محمد صلاح. ليه بقى؟ لان الفرقه دي اصلا تكوينتها كده في الناحيه دي تحديدا هي بتلعب على الكونتر اتاك وانت مغمض. طب ايه يا فلحوس انت عمال تقول لي حاجات انا عارفها، انا عارف كل ده انت عارفه، لكن كل ده هو تمهيد للحته اللي انا جاي لك عليها دلوقتي. تخيل كده لما منتخب مصر يبقى مضغوط والفرقه كلها بتبقى عامله كده تقريبا، يعني منتخب مصر مجرد ما بياخد الكوره في الوضعيه دي هو مش عايز المهاجم رقم 9 اللي يمسك الكورة ويقف عليها ويسند مع تريزيجيه او يسند مع امام عاشور. هو مش عايز كده تماما حسام حسن. هو حسام حسن عايز بقى فرود زي عمر مرموش يستلم الكرة هنا بفنت، يستلمها بترقيصة، ياخد مساحة ويجري عشان محمد صلاح يجري معاه، عشان امام عاشور مثلا يجري معاه، وتبدا هنا هجمه مرتده مكونه من لاعبين 3 فقط. مصطفى محمد عمره ما يقدر يعمل الدور ده لان هي مش بتاعته، مش ضعف امكانيات منه، بس هي مش بتاعته. عمر مرموش هو انسب واحد في الموضوع ده، وكل الكلام ده احنا شفناه مع افريقيا. انا عارف ان انت ممكن تكون مش مبسوط بالطريقه اللي لعب بيها منتخب مصر في افريقيا،
ولكن للاسف سيدي المشاهد هو ده اللي هيحصل في كاس العالم، وهيحصل طول ما حسام حسن بيلعب بالطريقه دي. لان هي خد بالك هي مش طريقه سيئه، يعني عندك مثلا دييجو سيميوني مثلا بيلعب مع اتلتيكو مدريد بنفس التكتيك ده بالظبط. سيميوني مثلا على سبيل المثال ما بيلعبش بتسعة تسعة، قليل قوي 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 في تاريخ سيميوني لما بيلعب بتسعة تسعة. ليه بقى بيلعب بالفاريز؟ تلاقيه بقى مثلا بيلعب بجريزمان، طول الوقت بيلعب بلعيب بيعمل له الافضليه في حته ان هو ما يستلمش الكره بس ويقف، لا يستلم الكره ويعمل فنت ويعمل تطوير للهجمه. ممكن اصلا ما يحتاجش مساعده من اي حد، يعني لو هو قرر ان هو ياخد الكوره ويعمل دريبل لوحده ومحدش طلع معاه، عمر مرموش يعرف يتصرف لوحده. وعايز ابقى اعمل لك كده فيديو مخصص عن دور عمر مرموش مع منتخب مصر. طول الوقت عمر مرموش هو بيستلم بفنت عشان يعمل اللي انا بقول لك عليه ده، ان هو يعمل طول الوقت تطوير الهجمه. مصطفى محمد دي مش امكانياته تماما. حسام حسن عايز ده؟ لا طبعا حسام حسن مش عايز ده تماما. طب حسام حسن ممكن يحتاج للعيب رقم 9 في اي وقت من الاوقات؟ فعلا حسام حسن ممكن يحتاج للعيب رقم 9 قوي وشرس زي مصطفى محمد. لكن زي ما قلت لك في اول الفيديو، حسام حسن ما عندوش مشكله ان هو ياخد ناشئ صغير زي حمزه عبد الكريم عشان ما يتعاملش مع مصطفى محمد تماما بعد اللي عمله فيه مصطفى محمد في بدايه ولايته مع منتخب مصر. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر بايا كان شكل الخطه ايه. واللي انا على فكره من محبي قوي الكره الدفاعيه في العالم، يعني انا مثلا من اكتر مدربين اللي بحبهم واحد زي ديجو سيميوني، واحد زي جوزيه مورينو. بحب قوي التكتيك الدفاعي وازاي بقى بيتحول هجومي، وده بقى اللي ناقص منتخب مصر. منتخب مصر بيلعب دفاعي كويس جدا جدا جدا، ولكن في المرحله بتاعه الهجوم دي هي دي بقى المشكله اللي قلت لك عليها، ان هو بيعتمد على لعيب واحد. اللعيب ده لو بره الفورمه، او اتنين لعيبه يا عم بالكتير قوي، الاتنين لعيبه دول لو بره الفورمه منتخب مصر ما يقدرش يطلع بالكوره. يعني عمر مرموش مثلا على سبيل المثال لو هو بره الفورمه منتخب مصر مش عارف يطلع بالكوره. نفس الكلام مثلا لعيب زي امام عاشور او حتى محمد صلاح. انا ما عنديش مشكله ان انت تلعب بكونتر اتاك، وده شيء يفرحني ان انت عارف امكانيات اللعيبه بتاعتك، لكن انك تلعبها صح هو ده بقى التحدي. هنا لازم حسام حسن يشتغل في خلال الفتره دي عن انه ازاي ينوع شكل الكونتر اتاك بتاع منتخب مصر، ما يعتمدش على لعيب واحد او اتنين. لعيب ده لو بره الفورمه او بره تركيزه يبقى منتخب مصر ما يعرفش يطلع بالكوره خالص. واتمنى في التعليقات بقى يا معلم انك بقى ما تشتمش وتقول لي بقى انت بتطبل لحسام حسن وانك مش عارف ايه. اه يا عم انا بطبل له عشان اسمه حسام زي يا عم، واحنا الاثنين يعني هو اقرع وانا ان شاء الله يعني داخل المرحله دي قريب هبقى اقرع قريب برضو. فا بطبل له والله يا عم. انا مش بطبل ولا حاجه، ولا دي عمرها كانت فكرتي عن التحليل. انا طول الوقت بتعامل مع التحليل ده انه اصلا المفروض ما ينفعش يبقى فيه تطبيل. ما ينفعش ابقى مثلا اقول لك على حاجه عكس اللي انت بتشوفها، ولكن انا احب انور لك حاجات انت ممكن تكون مش واخد بالك منها. وهنا دي الشعرايه يا معلم اللي تفرق، انا بطبل ولا انا بقول لك حاجه انت ممكن تكون مش واخد بالك منها. سلام.